اوباما اللي بيتكلم عن الحريه والديمقراطيه وهيلاري عملوا ايه في ابو غريب؟ عملوا ايه في فيتنام؟ عملوا مصايب كبيره. اوباما قبل ما يتكلم عن الحريه هنا ويوجه نداء الى الجيش المصري فليصمت افضل له ماذا فعلت امريكا عندما دخلت العراق. اوباما اللي بيتكلم عن الحريه والديمقراطيه وهيلاري عملوا ايه في ابو غريب؟ عملوا ايه في فيتنام؟ عملوا مصايب كبيره. اوباما قبل ما يتكلم عن الحريه هنا ويوجه نداء الى الجيش المصري فليصمت افضل له ماذا فعلت امريكا عندما دخلت العراق. النهارده نظم ائتلاف حركه صوت الاغلبيه الصامته، نظموا وقفه احتجاجيه امام مقر السفاره الامريكيه للتنديد بما اسموه التدخل الاجنبي في الشان المصري الداخلي واي شؤون مصريه بعد ردود الافعال الامريكيه المختلفه طبعا تجاه التحرك اللي قامت به الحكومه المصريه بعد اجراءات التحقيق مع بعض منظمات المجتمع المدني. والنهارده كان في هذه الوقفه قدر من الاقبال انضم لها بعض الناس وان كان لم يكن بشكل كبير يعني من الماره في الشارع، اللي اكدوا هم انفسهم ان هم بيرفضوا اي نوع من التدخلات الاجنبيه سواء كانت امريكيه او غيرها في الشان المصري. يا امريكا لم فلوسك، يا امريكا لم فلوسك، بكره الشعب المصري يدوسك، بكره الشعب المصري يدوسك. لا للتدخل الأجنبي والأمريكي في شؤون مصر. رسالة عبر عنها العشرات من حركة صوت الأغلبية الصامتة أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة، معربين عن رفضهم لأي صورة من صور التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية المصرية، وعلى رأسها تمويل منظمات المجتمع المدني في مصر، والذي اعتبروه تعديا على السيادة الوطنية. احنا نزلنا النهارده عشان نقول لكل القوى الخارجيه اللي بتتدخل في شؤوننا كفايه كده. لا، احنا ادرى باداره شؤون بلدنا. اي دوله من دول لما بيحصل فيها اي تدخل، يعني طبعا ما حدش يقدر يتدخل في شؤونهم، بس لو حصل مش هيسمحوا بده. وبعدين هم افتكروا حقوق الانسان في مصر بس. اللي بيحصل في العراق، اللي بيحصل في فلسطين، اللي بيحصل في افغانستان ملوش اي علاقه بحقوق الانسان، وهم اللي عاملينه بايديهم. منظمات المجتمع المدني الغير مرخصه واللي بتستخدم الفند او التمويلات ديت في اعمال او اكتيفيتي او انشطه سياسيه مش انشطه اجتماعيه، وهو يعد مخالفه للقانون المصري والقانون الدولي. المحتجون رددوا هتافات مندده بما اسموه انتهاكات اجهزه الامن الامريكيه ضد معتصمي وول ستريت، مطالبين الحكومه الامريكيه باحترام حقوق الانسان بدلا من التدخل في شؤون الدول الاخرى. اي حد يتكلم في حقوق الانسان الا دول، الا الامريكان دول سبب مصايب حقوق الانسان كلها، من اول القنبله الذريه في اليابان لحد حرب العراق وابو غريب، ومش يتكلموش على حقوق الانسان ولا يحموا منظمات حقوق الانسان خالص. دول اخر ناس يتكلموا. اوباما اللي بيتكلم عن الحريه والديمقراطيه وهيلاري عملوا ايه في ابو غريب؟ عملوا ايه في فيتنام؟ عملوا مصايب كبيره. اوباما قبل ما يتكلم عن الحريه هنا ويوجه نداء الى الجيش المصري فليصمت افضل له ماذا فعلت امريكا عندما دخلت العراق. وتأتي هذه التظاهرة المحدودة بعيد أيام من حملة تفتيش قامت بها النيابة العامة على مقر بعض المنظمات الحقوقية للتحقيق فيما نسب إليها من اتهامات بشأن عدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها بمصر واستخدام ما تحصل عليه من تمويل أجنبي في أنشطة سياسية بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. حملة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية التي وصفتها بأنها عودة لنظام مبارك.